السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة موضوع مهم جدا لكل البنات اللي بتشتغل على السوشيال ميديا، وما شاء الله وتبارك الله بتطلع منها أرباح خيالية. طيب احنا هنشوف نموذج من النماذج دي. طبعا احنا شفنا قبل كده نموذج زي مودة الأدهم، زي اسمها ايه، حنين حسام. الناس دي كلها راحت ورا القضبان. دي واحدة بقى طالعه لنا بتقول في فيديو قبل كده ان ابوها اخد فلوس منها واداها لعمتها، وفي الفيديو اللي هي عاملاه بنفسها كانت بتشتم ابوها بألفاظ قذرة. دلوقتي طالعة بتبرر هي ليه شتمت ابوها قدام الناس على اللايف، وبعدين بتقول هو عمل فيها ايه. كل اللي عمله، شوفوا الفيديو معايا للآخر. طبعا كله عارف شكل شقتنا اهي شكل الشقه كلها، وكله عارف شكل الشقه. المهم اللي انا جاي اتكلم فيه عشان بس الخص، انا من ساعه مشكلتي انا ووالدي اللي حصلت وانا داخله في الاسبوعين مش قاعده في البيت، قاعده في الشقه بتاعتي في مصر الجديده. التاريخ عشان بس لحد يفكر من الفيديو ده قديم. طبعا انا عايزة اعرف الناس ان الشقة لبنت فتاة في العشرين. اي شاب دلوقتي متعلم وما شاء الله واخد شهادة عالية لا يملك قوت يومه، ولا يملك انه يجيب غرفة واحدة لنفسه. والبنت دي عن طريق الفلوس والمكاسب اللي بتجيلها عن طريق السوشيال ميديا، واللي بتطلع بيه عن طريق التيك توك وعن طريق باقي المنصات، جابت بيها شقة بالمنظر ده، وبالتالي الفلوس الكتير من غير اي حساب. اللي حصل انها بتعاير ابوها، وطبعا ما نسيتش ان السبب من اسباب الفلوس والهنا اللي هي فيه الناس اللي بتتابعها والناس اللي هي بتدخل تشاهدها. لما يشوفوا المنظر ده وبالشكل ده، الناس اللي بتتابعها هيكون شكلها ايه؟ كملوا معايا. الفلاشه بايدي التاريخ 11 واحد وتليفون والدتي. انا فتحت لايف وكنت بشد انا وبابا، وكنت منفعله بسبب ان في فلوس عندي في البيت. بابا ايه قلت بقى كده بعد وده كل اللي انت عمتي. عملتيه معاه؟ ايه ايه كنت فاتحه لايف وكنت بحكي المشكله. بعد اذنك انا عايزه اعمل فيديو. كنت فاتحه لايف وطالعه بحكي المشكله وانفعلت في اللايف. والدي كلمه منه على كلمه مني بيقول لي انت معاكي فلوس وبتجيبي فلوس قد كده ومبالغ. قلت له وانا واحده مش شغاله كذا وكذا، ايه يعني جايبه مبالغ؟ انا واحده بلوجر على السوشيال ميديا. قلت له انا مش شغاله رقاصه ولا شغاله كذا، ورحت شاتمه لفظ واتعصبت. الناس خدت اللفظ اللي انا شتمته ورفعوه ترند، والاقي الجريده والصحافه وموقع معرفش. ده هي على اساس ما شاء الله كانت بتكلمه بكل الاحترام، والفيديو ما كانش فيه غير لفظ واحد بس، والناس اخدت اللفظ ده وعملت منه ترند ليها، وعملت منه فيديوهات كتير قوي، وهي طالعة بتقول ان الناس كلها بتكسب على قفاها، وهي ناسية ان كل الناس اللي بتكسب على قفاها دي هي كسبت منهم اكتر بكتير. موقع معرفش ايه، ومين يكلموني وينزلوا فيديوهات ليا. انا اي حد ينزل فيديو ليا ده بيطلع ريتش على قفايا، ده بيتصيد على قفايا. انا واحده مش حاجه ولا واحده ولا ليها اي لازمه، وانتوا ما بتصيدوش على قفايا. لما تعبت محدش نزلني من الجريده ولا. طب ازاي بتقولي ان انا واحدة مش حاجة وانتوا ما تتصيطوش على قفايا؟ في تناقض في الكلام يعني. ولا وقالوا دي تعبانه وساعدوها، فانتوا بتمسكوا في الشتيمه ومش في الشتيمه. انا واحده منفعله ومحموقه على حقي وعلى فلوسي. اللي ليه حاجه عندي يجي ويديني فلوسي. والدي واخد فلوسي ومديها لعمتي. بعد اذنك ماليش دعوه بفلوسها دي. انت لو واخد مني جنيه ما ينفعش تاخده وتديه لحد فلوسي. يعني انت مش مدي فلوس لاختك؟ ايه؟ انا ما اعرف ان انت تمام يا امي. بعد اذنك خليه ما يتجادلش معايا. واخد مني الفلوس. المفروض الفلوس ده اللي والدها بقى، محدش في وبيتكلم البيت معاها قدامه برضو في بيديك نفس مصروف الفيديو. ولا بطلب من حد جنيه. مالكش دعوه. لما ياخد فلوسي وياخد تعبي وشقايه ويديه لحد على ما فيش، لا اديت فلوس لعمتي. والمصحف ده على عيني ان ما حد هنا في البيت بيديني جنيه، والكلام قدامه وقدام والدتي وكل عارف انفعالي. يا جماعة بالله عليكم، بالذمة ده منظر؟ يعني في ناس بيطلع عينيها علشان تعمل فيديوهات هادفة،
اللي بيطلع بيعمل فيديو تعليمي واللي بيطلع بيعمل فيديو شرح، وما بيجولوش المشاهدات زي اللي بتيجي الواحدة زي دي اللي طالعة بتهين ابوها عشان كسبت لها قرشين، اللي طالعة بتذل ابوها وبتقول كل اسرارها العائلية على الهوا، وفي نفس الوقت برضو هتكسب من كل فيديو طالعة بتشتم فيه هي وابوها مع بعض في نفس الفيديو. انا عايزة افهم، هي الناس دي بتشتغلنا ولا هي الناس دي عارفة هي بتعمل ايه بالظبط؟ يعني لما تطلع تشتم ابوها قدام الكاميرا وتعمل فيديو تاني تبرر هي ليه شتمت ابوها قدام الكاميرا، وترجع تشتم في ابوها وتكلمه بطريقة ما ينفعش بنت تكلم ابوها بالشكل ده، وترجع برضو تعمل فيديو فالناس تشاهد، الناس تكبر من الفيديو، الناس ترجع تاخد منها مشاهد وتعمل منها لقطات علشان تعمل منها فيديوهات تانية. فالموضوع ده منتشر، الموضوع ده مش أول مرة يحصل. سوزي الأردنية دي واحدة من أسوأ البلوجر اللي بتطلع بتعلم كل البنات ازاي تطلع قادرة، ومعلش في اللفظ في ألفاظ كتير والله العظيم الواحد عايز يقولها، مش قادرة بقى انها تطلع قادرة انها تشتغل وتطلع فلوس. لا، دي كلمة قادرة بتتقال على واحدة من الستات الشمال. دي واحدة بتتعامل مع أبوها في لفظ عايزة أقوله، معلش يا جماعة والله العظيم سامحوني، واحدة زي دي ما ينفعش يتقال عليها غير إنها واحدة شمال شمال شمال، إنها طالعة تتكلم على أبوها بهذا الشكل. وربنا يعلم إذا كان أبوها نفسه متفق معاها عشان يطلعوا بالشكل ده ويطلعوا ترند ويطلعوا قدام الكاميرا ويطلعوا قدام الناس وأسرارهم كلها تطلع على السوشيال ميديا، احنا ذنبنا ايه؟ في ناس مش لاقية تجيب كيلو رز ولا كيلو سكر ولا كيلو زيت ولا ودي طالعة بتتخانق ان هي بتكسب قد كده من السوشيال ميديا، فابوها اخد منها قرشين وبعد كده اخد القرشين وداهم لعمتها علشان ابوها مديون. طب ايه المشكلة بقى؟ ايه المشكلة؟ طالعة للسوشيال ميديا وبتتكلم مع الناس، طبعا هتعمل مشاهدة وهتعمل ضجة. سوزي الأردنية بتشتم أبوها وتسبه مش عارفة ايه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بقول رأيي في هذه البنت، ما شافتش بربع جنيه تربية، يعني ما شافتش أبو حنين حسام لما كان بيجري وراها في كل حتة علشان كانت مسجونة بسبب برضو النيلة السوشيال ميديا اللي احنا لسه زي ما احنا بنشوف بلاوي منها زي البلوى اللي قدامكم دي وما حدش اتعظ. أبوها الله أعلم هل هو معاها ومتفق معاها يعملوا الفيديوهات دي؟ يعني ليه واقف قدام الكاميرا؟ طب ليه ما يلطش بنته قلمين ويقفل الفيديو ويخلص الموضوع على كده ويحلوه ودي؟ ليه الناس تشوف كل الكلام ده على السوشيال ميديا؟ البنت دي ما شافتش بربع جنيه تربية، ما شافتش اي ريحة تربية، كل ده بسبب المتابعين مش بسبب البجاحة اللي هي فيها دي، لا، كل ده بسبب المتابعين اللي بتدخل تدعمها واللي بتدخل تشاهدها، والناس اللي على بقى التيك توك وعلى السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى حاجات كتير جدا. لما تشوفوا واحدة طالعة بتقرأ قرآن محدش بيدعمها، لما يشوفوا شيخ طالع بيقرأ قرآن محدش بيدعمه، لما بيشوف واحدة بتقول أنا محتاجة محدش بيدعمها. في ناس كتير بتبقى طالعة على النت وطالعة بتعمل فيديو على التيك توك وعلى كواي وعلى الفيسبوك عشان ربنا يرزقها بحاجة بسيطة ومحدش بيدخل يدعمها. إنما واحدة زي دي ادخلوا دعموها وفي النهاية تجيب شقق وتجيب حاجات ومحتاجات وفي الآخر تطلع تشتم وتهزق في أبوها وتطلع بالصورة الغير أخلاقية دي. مفيش غير إني أقول حسبي الله ونعم الوكيل. لا انت تربيتي ولا اللي ربوك تربوا.